ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. اللي ما يعرفنيش دي قناه يوميات ام ادم، متنسوش تشتركوا في القناه احترائي. قبل ما نبدا الفيديو صلي على الحبيب قلبك كتيب، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده بنعمل ايه؟ دي كبد وقوانص جبتها من انا بحط كبد وقوانص في ليمون وملح فقط ومعلقه دقيق بالكتير اوي، ما بحطش اي حاجه تانية خالص. ما بحطش خل، الخل بيهري الكبده فمش برضه احط لها خل. هنا بقى دي بطاطس هي محمره، بطاطس محمره، بطاطس صوابع حمرها. وهنا دي برضو مكرونه. بصوا هنا بقولكوا نص سوا، يعني مش سوا كامل. سلقتها وعملت لها بقى التسبيكه بتاعتها، اللي هي عباره عن زيت او سمنه وطماطم وملح وفلفل بس. مش بحط لها حاجه اكتر من كده، ممكن واحده ماجي وخلاص كده. بعد كده بقى بسيبها تتسبك، يعني ايه، ممكن اسيبها تتسبك قوي. بعد كده بزودها شويه ميه، يعني نص مج ميه كده. وبعد كده ايه، بحط بقى المكرونه هنا. سبتها يسبك كده. هنا كنت بجيب ايه، كنت بجيب المكرونه. جالي تعليق كده على الفيسبوك بتقولي هو انت مش مركزه في طريقه كلامك، او انت بتتكلمي كده ليه؟ فيعني انا ساعات مثلا ممكن وانا اكون بمنتج الفيديو مثلا اكون مش قادره اخد نفسي، ب... بكون مثلا عايزه اخلص قبل ما ابني يصحى، فغصب عني اللي هو انا بتكلم، يعني الفيديو قدامكم، فانا عادي بتكلم. فبتقولي هو انتي مش مركزه وانتي مش عارفه انتي مش بتتكلمي، انتي بتتكلمي كده ليه؟ مش عارفه يعني. المهم انا بتضايق جدا من التعليقات يعني يوم ما يجي تعليق بالطريقه دي. ومره واحد داخل يقول لي في التعليقات هو انتي سايبه الفيديو كله قاعده بتعدي الفرخه كام قطعه؟ ايوه، يعني انت ايه اللي مدخلك اساسا على القناه؟ يعني انت ايه اللي مدخلك اصلا على الفيديو؟ حتى لو شفته انت بتعلق ليه؟ على فكره انا لما بتفرج على قنوات تانية وبلاقي ان في تعليقات سلبيه، يعني انا بقول انتوا بتهاجموهم كده ليه؟ او هي ممكن يكون فعلا هي عامله حاجه غلط، بس انا والله ما عملتش حاجه. يعني انا بقول لكم ما عملتش حاجه، فانتوا ليه بتخشوا تقولوا حاجات سلبيه يعني؟ انا اتضايقت جدا من التعليق بتاعها، بس انا رديت عليها قلت لها ايه يا حبيبتي، هي دي طبيعتي بس. فانا بتكلم معاكم بطبيعتي، مش هصنع انا الكلام يعني مثلا. انا من زي ما انتوا شفتوا كده معايا هنا بقى الكبد والقوانص. طبعا زي ما غسلتها وقطعتها، انا بحب اعمل كبد وقوانص، محبش اعمل لا دي لوحدها لا دي لوحدها. حطيت شويه زيت واستنيته لما يسخن. بعد كده نزلت بالكبد والقوانص مع بعض، هيستووا الاتنين مع بعض. ولاني مقطعه الكبد كبيره عن القوانص. وحطيت شويه فلفل اسمر ورشه جوز الطيب، وهشوحهم بس كده الاول مع بعض. وبعد كده بقى ايه، هنا بقى ايه، فتحت 2 حبهان كده. هو يسيب الحبان ده، ساب اللي قاعدين كلهم بياكلوا على الاكل وجيب بق انا. اه والله العظيم، بس مش هم، عادي انا استحمل. المهم بيدي كده طعم. انا كنت اول مره اصلا يعني لما اجي اعمل كبد وقوانص احط 2 حباية، لقيت ان الطعم حلو يعني، مدين طعم حلو للكبد والقوانص. و ممكن وبعد كده بقى بكون مقطعة بصل على فلفل، مش بضربه في الكبة، يعني بلاش تضربه في الكبة، قطعه على ايدكوا احسن. عشان ما جربته مرة قبل كده في الكبة لقيته مش حلو خالص، وبصراحة طعمها مش حلو نهائي. لكن لو حلوة هقولكوا ماشي اعملوها. انا مقطعة حوالي بصلتين وقرنين فلفل سبايسي كده، بس يعني مش كانش سبايسي قوي يعني. هحطهم بقى كده. بصوا هي اصلا الكبدة مع البصل لوحدها كده تحفة، والله تحفة. ريحتها جامدة جامدة جامدة. لكن اما اجيب بقى لو انتوا عايزين تاكلوها كده، لكن احنا عشان بيحبوا ياخدوا من الدمعة بالكبد والقوانص على المكرونة، فبضطر ان انا احط عليها طماطم. لكن لو انتوا تاكلوها كده من غير مكرونة، انا من غير انتوا تخلوها ببصل بس، بصل وفلفل فقط. آم، انتوا اصلا هتشموا ريحتها هتقولوا هي كده حلوة. هنا بقى ايه، خدت معلقتين من الصلصة بتاعت المكرونة. وممكن لو عندك صلصة ممكن تحطي معلقة من البرطمان، بتديها طعم حلو، فعلا بتديها طعم حلو. فهنا بقى كنت مقطعه 3 طماطمايات 3 قطيات
مش عارفه بتقف معايا 3 طماطميات دي، فبضطر ان اقول 3 قريات يعني. برضه بتكلم معاكم بطبيعتي، فمش هصنع الكلام والله، ولا هتكلم ولا يعني. هو زي ما انا بتكلم مع اي حد بتكلم معاكم يعني. آه فايه هنا بقى حطيتهم على الكبد والقوانص، وبعد كده بقى ايه، احط بقى الملح بعدها بس الموبايل جه هنا في حتة كده وقام وقع بعدله عشان خاطر التصوير يبقى عدل. لقيته نط في قلب الصينية، او بصوا الحتة دي بقى نط في قلب الصينية. لقيته طبعا الحمد لله الجراب كان حميه، فحصل خير يعني. آم، هنا بقى طبعا نحط ملح، وممكن بقى نهدي عليها النار ونغطيها وهسيبها بقى ايه تكمل سواها. وهنا طبعا كنت بحمر بطاطس، فين او البطاطس هنا اتحمرت، وادي المكرونه ايه بوطي عليها وبسيبها على نار هاديه ومش بغطيها، بفضل اقلب فيها لحد ما تكمل سواها في التغذيه. وادي الكبد والقوانص اهيت. بصوا بعد ما استوت بقى، ما تنسوش تشتركوا في القناه، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتحطوا لايك وتكتبوا كومنت حلو زيكم كده. بحبكم في الله. اشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه، في امان.